بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد هذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم القادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين وفقه وتولاه تولا بمكان توبا حتى الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 11 و300 وألف من هجرة من لم يسكن المدون في مسكن ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه قلبي له في تعب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي دأبا في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس غرار ما زال للخير يبلو ويكسب ولسعادتنا وهو القرار يلوم وفي قرار وفي كول بإذن ربي والمقبوس مبرار أنا جسمي أما القلب يطلب من المناقب تسبيح وإسرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار أمان من ذنوبي وفقا كبليد بمن علي لتركي زوره بمن يقدمني في زور روضتي بعيدان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شتت بك الدار وعلى من دونه سهل وأوعار لا يمنعنك بعد من زيارتي إن المحب لمن يهواه زوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما خاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا حبلي بفضلك يا واو يا مالكي كوني لديك كمن بالنور زوار بجاي حيث ما زاد تخاربوا شمس تخاربها في سوي أغمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بر حواليه آبار وأنهار للبدر نور عظيم يستنار به العالم إذا لم يكن لسمه إزار للخسب طول لدى حين له نزلت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء تاب مشربه لكنه من خليج البحر أقدار
الطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليني أولو جار وهو الذي نعم جسمي عن زيارتي لكن لساني له كالقلب زوار له علي لوجه الله دين سنة مستحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في وجه خلقتي وخلقه قيل أشجار وأشرار ولم يجي من ذوي الإبلاغ والبلغاء بسجي والشعر مما حاز معشار وكلهم سحره نور وأسرار فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار لو جاءنا كل ويعار رام الورى نيل بدر المجرمين له والفضل عند رسول الله قرار كلتا يديه لا سعي تلازمون بذل وبأس لمن لانوا ومن جاروا له من الحلم ما لم يروي بشر أو جن أو ملك وصدر مسحار له لدى الله سر لا يطالعون بالكد والحلم رهبان وأخبار فالغيث من سب جود البر ذو خجل وليس غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يهوي جبل لاغ الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستدعى به مهند من سيوف الله بطار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار للورى سادات أخيار وسبي الغر من أخرانهم سبقوا إذ بعدهم هاجروا والبعض أنصار لهم لدى الله تخصيص بما سفروا هم النجوم لقوم في الدجى ساروا لهم لدى الله تنوير سفائل إذا يرى الكل أدناس وأقدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلن كفار والصف والحلم دابا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء صديقهما عمر عثمان وعلي نعم الأبرار عليهم رضوان الإله كما قد استناروا في نور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يسب اليوم عني ذنب والآر سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروم انخفاضي دار أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخاربني بسوء قرار
سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالقدر قدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أخيار سألت ربي صلاة منه دائمة أني له ما قوم الآل ساروا سألت ربي صلاة منه دائمة أني له ما من فيه حبي حال سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه لها نور وأسرار سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وأخرى مثل من قالوا فللجميع من الخلق خير العال وبعد إسلام المختار وحدهما ببيت نحو محل فيه الأنصار إذ أخرجوا بتكذيب وبعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرصدي والكل منهم بسوء فيه أمار وخافلوا بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو سبار ووجهوا له فهاجروا إذ يابي فوق تلف وهو كذاب سابوا سلامة كي يجري حبيب وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يؤتى من الأجر ثم تلف خرار وعاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن لذنب خفار وحين أبصره صديق ساسرين وتحته سيسم بشر فرار وليس عندهما خير الحديث له قال المكرم لا أسل لمن جاره فسال يبنى بساد اثنين حينهما أخفاهما النسج والورقاء والغار وفي فدائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار باس النبي بأموال وأنكروا بنتا ولم يعده شك وإنكار لم يزل بالقبل لم يزل إلى سلام والوالدان مع الأولاد أولاد أمام أصل الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار وهو المتم ذوي الإسلام يوم هذا وهو المتم ذوي الإسلام يوم هذا وهو المتم ذوي الإسلام يوم هذا بمن به كان للإسلام إسلام والله بلغ بالمعروف سيدنا الحق من بعد أبدل فجار ويوم علم جبريل الأمين وعدا بإذن من هو فوق كل قهار معلما الإسلام فداه من البشرى لأهل السماء والكل يختار به تمزز الدين الله متبعا له فدائل أنها كلت أفكار قد أدب الناس درا بالهدى وهدوا بهدي وبإذن منه الأنصار
وهو السراج لأهل الفوز فيه هدى الحق مع قمر فالفضل مسعى ومن كراماته بعث الكتاب إلى نيل توقف ثم الماء مدران أمن وأبانا الإنسان سيدنا فعله في تبديل هذا سعادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وأسرار بعد النبي إلى فجر يروم له رضا من الله إذا تبديل كبار هذا ابنتيه ورضوانا ومغفرة إذا نقضت إجهار وإزار وفيه قال النبي عثمان يصنع فيه 70,000 وكل أعطاه النار وهو الذي منه تستحي ملائكة والمصطفى فله قدر والأقدار ومن كراماته أن سرودا يوما على الدار ظلما وهو صبار سلت ملائكة الرحمن يوم خدا عليه وفق الذي أبدت أخبار ومن خوارقه أن سال من دمه على الكتاب ليال فيه إنسان أمنا برسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له سجاد والإضال مع شرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو سبتين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الإنسان له أخر رسول الله منزلة منه كهارون من موسى لدن سارون ومن شجاعته أنبات متجعا فوق الفراش وحول الدار مكان عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إدراك مع كون كل عدو بعد يرسوه والمصطفى منهم كف الأبصار وأرسل الله جبريل وصاحبه ليدفع عنه ما يبقي من جاروا وحينما خرج المختار واجهه بخبدة من تراب والهدار فدائل الصعب عند الله جل وعلا أن أدياك أقلام وأستار سألته جل بالمختار ثم بهم ألا أزال الذي اختار يا ربي بالمصطفى الماهم معصيتي قد ضيعهم تسويف وإسرام فليخرج اليوم من قلبي اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخل معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أهوالا مخباتا مع تلازم ما يخشى به الجار وبالكرم في صلاة بسلام على خير الورى بجميع لمن هاروا وأن تسوق صلاة بسلام له هني تشمل قوما سموا ساروا وأن تجر صلاة بسلام له بها تزايلني في الحين أوزار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي دهر أنوار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي منه أسرار وأن يلازمني توحيده أملا وصالحات وآداب وأذكار
وأن نكون بعدي موفيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أخيار وأن نكون على الأعداء مهتديا حتى لينقاد أسرار وأخيار وأن نكون سيدا حامدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار والنبي عنهم بداء له خوض وتكرار وهب لي الدار بالمختار ثم بهم الله خالد ما للدر جرار وهب لي الدار بالمختار ثم بهم الله خالد ما للدر جرار